رجل اعمال زهق من كل حياته، زهق من كل الحريم اللي في الدنيا. كل ست طمعانه فيه، كل ست بتبص عشان فلوسه، كل ست اما زهق وترك الحياه لحد ما بقى عنده 44 سنه. وطبعا اهله بيتخانقوا معاه، يا ابني احنا عايزين نفرح بيك، يا ابني احنا زهقنا من اللي انت بتعمله في حياتك. قال لهم اتجوز ازاي؟ اتجوز ازاي؟ كل ست هي عايزه الفلوس. طيب انا لما فلوسي تخلص او يجيني شويه مرض، انا مين هيقف جنبي؟ انا عايز ست تعيش معايا على الحلوه والمره وتتقي الله يا باشا فيا. نعمل ايه؟ انا لما فلوسي تخلص او جاني مرض او جاني كانسر او جات لي جلطه في رجلي، انا اعيش منين؟ مين هيقعد معايا؟ يا ابي يا امي. اهم حاجه ان اللي تكون عايزاني خدوهم فقراء يلهمكم ربنا. انا ما عايز واحده غنيه نهائي، انا لازم اعطر على بنت الحلال بس بطريقتي الخاصه. طب نتعرف عليه. تامر كان رجل اعمال ناجح جدا جدا، وريث اهله، عنده 2 بنات اخوات، بس هو ماسك كل حاجه. ابوه راجل خلاص كبر ونفسه يفرح بيه، هو ولد على بنتين. طيب تامر يعمل ايه في حياته؟ لبس لبس متسولين، لبس الناس الشحاتين اللي زي حالاتي كده، يعني لبس بسيط متواضع، لبس متوسخ. جاب حاجه كده وحطها كده على وشه زي ما احنا نجيب فنجان القهوه ونلطخ وجهنا، وجاب لبس زي بتاع الناس اللي هم على الله كده، بعيد عن اللبس الناس الغني، عشان يقدر يحدد هيلاقي شريكة حياته ازاي. وقال لو حد لقاه على الترابيزه بياكل في انثى هتقف جنبه؟ فكرك انت في انثى ممكن تدفع له الحساب؟ ما عارف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكيد وحشتوني بتوحشوني. الناس اللي بتحب اسطوره العالم العربي تحط لايك وكومنت حلو كده وسبسكرايب وتنزل تصلي على الواحد عليه الصلاه والسلام. يا باشا لو صليت على سيدنا النبي فينزل يصلي عليه افضل الصلاه والسلام، لان من صلى على الحبيب قلبه يطيب. اللهم صل عليك يا نبي. ايه يا هناء ده؟ ايه القلب ده يا هناء؟ بلسم انا. بلسم بس على الاخر، انا بلسم بس على الجاخر. طب وحياة العيون العسلية المصرية لا تنزل ترزع اللايك لأحلى أسطورة. ما أبغي منك شيء يا ولد. امال عايزة ايه يعني؟ أنا عايزة قلبك الرحيم عليا يحبني كده، ويحط لي بس حاجة واحدة. لو حطيت لي لايك وانت حلو كده وسبسكرايب يبقى ثانكيو وميرسي بوكو. معلش انا ما متعلمه، انا من الجهالات، ما متعلمه عربي بس بسيط كده مكسر. اعرف عربي مكسر يا ولد. عارفه يا هناء احلى حاجه في الدنيا دي ايه؟ احكي ان انا حبيتك من قلبي وعليا النعمه، وانا احلى حاجه في حياتي ان انا حبيتك. بس يا ريتك زمان احنا هنبدا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لو معاك كام مليون جنيه بنصحك نصيحه من الهرم وبنت مصر الست الفقيره دي، اوعاك تقع على واحده غنيه. طب السبب ايه بقى يا ست هنيه؟ السبب انها تبيع وتشتري في البنت والله العظيم السبب ان لما فلوسك تخلص هتترمي في الشارع يا باشا. بنصحك يا ابن الناس. انا احكي لك ليه تامر ده عمل كده لان ابوه اترمى في الشارع. انا هفهمك انا القصه كلها. في يوم من الايام بيقول لك ابويا كان عمره 28 سنه، كان غني جدا، بس للاسف يا صاحبي كان غني ومعاه فلوس كتير 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 لدرجه انه ما عارف يعمل ايه. راح اتعرف على واحده غنيه قبل ما يخلف العيال دي، وطبعا عمل ايه بعد ما اتعرف عليها في الشركه. كانت سكرتيره وعرفت يا باشا ترسم عليه صح. قال لها تتجوزيني؟ قالت له انا موافقه. المهم كل يوم تقول له انا عايزه سياره، كل يوم تقول له ايه انا محتاجه خاتم، انا محتاجه سلسال، انا محتاجه مش عارف ايه.
درجة طمع. جه بقى في مرة واحد نصحه نصيحة صاحبه، قال له اعمل نفسك بقى فقران يا صاحبي، مش انت متجوزة اهو وعشت وخدت اللي انت عايزه، يبقى شكرا ولقاء سعيد يا صاحبي. انا بقى بنصحك نصيحة من صاحبك حبيبي، اعمل نفسك ان انت هتعلن افلاسك وهتبيع الشركة. طبعا اعلن افلاسه انه هيفلس وما معاه فلوس نهائي. قال لها يا حبيبتي ينفع تديني السيارة اللي انا اشتريتها لك عشان نبيعها ونقدر نشتغل في البورصة؟ قالت له لا يا حبيبي، ما هو انت ما تعرفش، ما انا عملت توكيل بيع وشراء وبعتها، طب فين الشقة اللي انا اشتريتها لك؟ قالت له كل سنة وانت طيب يا حبيبي، ما يعقد شيء. قال لها اه طلقني بقى. قال لها يعني انت كنت ايه؟ قالت له ايوه عشان فلوسك فوق يالا، انا كنت لما عليك عشان اعلبك في شويه فلوس. فهمت اللعبه مشيت ازاي يا صاحبي؟ فالراجل حكى لابنه، شرب ابنه تامر ان يا ابني، حكى له قصته، اتجوزت امك الاصيله عشان فقيره، امك يا حبيبي قعدت معايا، امك عشان ست فقيره قعدت معايا يا تامر. يا ابني اوعاك تتجوز واحده غنيه في يوم من الايام عشان هتقلبك، لازم تختبرها. دي خدت مني يجي 5 مليون جنيه، اشتريت لها شقه ب5 مليون جنيه، وجبت لها سياره لمت يجي 10 مليون جنيه مني عشان خاطر يا ابني. اوعاك في يوم من الايام يا حبيبي، اوعاك لازم تتجوز فقرانه. قال له حاضر يا ابني. ففضل تامر على نفس القصه دي زي اهم الحريم اللي في العالم. امه تقول له اتجوز، ولا اسكتي مش دلوقتي يا ماما، اهدي اما الاقي بنت الحلال المناسبه. المهم لبس لحد ما وصلنا كده احنا وصلنا كويس، عرفتوا تامر ليه عنده عقده. ورحمه والديك لو وصلت لحد هنا ما تنسى تحط لي لايك. الزلمه الفقيره، انا برضو زلمه فقيره. انت بقى عايز اسالك سؤال تجاوبني عليه، ما تعمل زيي. تعمل ايه هنا؟ لو انت معاك فلوس كتير ما تفكر في اي انثى. ليه بقى يا هناء؟ ايه القانون بقى يا هناء؟ ما تتجوز اي انثى كده وخلاص بالكوسه. ما تتجوز اي واحده وخلاص يا ولد. طب اتجوز مين يا هناء؟ اتجوز واحده على ذوقي انا، تقول لها هناء الاسطوره، يا اسطوره يا اسطوره انا عايز انثى على ذوقي. اقول لك من العين دي قبل العين دي ما تتجوز. انا تعالى بحكي لك وجهه نظري بس تتجوز انثى. ما في حياتي شفت المواعين دي كلها. يلا عايز تتجوز واحده لازم الاول تحطها في قلب ايه؟ في قلب الاختبارات. ليه بقى يا هناء؟ ما هو انت هتشوفها ازاي يعني؟ الست هي بتحبك عشان ايه؟ صدق كلامك صح يا هناء. انا هتجوزك ازاي يعني؟ افرض انا واحده نصابه، واحده ملمومه عليك عشان الكاسات، واحده استغلاليه، واحده استقطاعيه، واحده بعشق الفلوس. انا ضد القصه دي. تصدق ان انا جعانه؟ انا نسيت اقول لك بقالي 3 ايام نايمه من غير اكل. بقوم بس اخد ادويه وانام، فهتلاقيني فشيت شويه. انت عارف البني ادم ممكن يخس في ثانيه بسبب انه ينام وياخد ادويه بس وما ياكل وما يشرب. البرد يخليك ما تاكل وما تشرب، خليك عايز صايم. فيعني انت اما تصوم والنهايه ايه بقى؟ النهايه ايه هنا؟ النهايه ان انت هتخس. يلا بقى نكمل قصتنا احسن وبطلنا اللي يعطلنا يا عبد الله. انا دلوقتي ما اقعد افكر في انثى. صاحبنا ليه تتسول وقال لك عليا وعلى اعدائي.
طب احنا هنعمل ايه باعدائك؟ قال لك ايه؟ انا اقعد اخطط لشريكة حياتي بدل ما تقلدني وفي النهاية اكون زي ابويا. تصدق والله فكرة حلوة. خلي بالك مفيش حد في الدنيا بياخد حذره من واحدة ست لما يكون اتنصب عليه، لا اما تقلب امر دي للقطة، لا اما تقلب، لا اما خد على قفاه، لا اما اتنصب عليه. فاللي اتنصب عليه مرة ما ينفع يتنصب عليه تاني. واللي ناكل القط احسن. عايز سخن عشان يدفي بطنهم. انت عارف الحاجة الوحيدة اللي فاضلة لي في الدنيا هي القطة. يا حبيبي ايه؟ تعالى هنا. بحبك انا والله بحبك. بصوا احسن لك اكل القطة. والله احسن حاجة ان انت تاكل القطط. تاخد حسنة. حط لي لايك لما نشوف يلا مش مهم. حط لي لايك وكومنت حلو. سبسكرايب لاحلى عيون مصرية. وهزعل منك ما حطيت لي لايك. انت عارف لحد ما راح قاعد في مطعم عشان ايه؟ يشوف ألف حد هيعطف عليه ويأكله أم لأ. مع إني معاه الفيزا في جيبه وكل حاجة. للأسف يعني يا صاحبي حصل حاجة ما تتوقع. واحدة لابسة جميل، أجمل شيء في الدنيا، ولابسة لبس ياسر وجميلة. المهم جت قعدت جنبه. قال لها أنا فقير ما حلت جنيه، أنا متشرد في الشوارع وما عندي شغلانة. قالت له ما يخصني ان انت متشرد في الشوارع، ما يهمني ان انت فقير. خدهم فقراء يغنيكوا ربنا. انا هدفع لك الفاتوره. قال لها بجد؟ معقول واحده جميله زيك ممكن تبص واحده زيي؟ قالت له عادي. حطت له الفيزا بتاعتها، البطاقه بتاعه البنك، خد اللي انت عايزه. قال لها ليه كده؟ قالت له هو كده، انا ما احب الراجل الغني وما احب الراجل اللي بيعيش الدور بفلوسه. قال لها انا فقير. قالت له عادي ما انا عارفه. قال لها ايه رايك فيا؟ قالت له انا ما يشغلني شيء منك، مالي انا. قال لها ما تقبليش واحد زيي يتجوزك ويحبك؟ قالت له انا ما عايزه منك شيء، انت لعبت في العداد الغلط، انت لعبت يا باشا في الوقت الغلط. قال لها ليه؟ لان انا على موعد على خطيبي رايح اقابله. انا اسفه كتير. دفعت له الحساب وسابته وتركته. طبعا ماشي في الشارع وللاسف يعني دخل مكان لقي حاجه غريبه. لقي الشخص اللي قلت مش هتهوى يدفوني في الايام السوداء دي. لازم تعبانه. الفيديو ده هيبقى جزئين بقى عشان انا النوعين كتير زي ما انتم شايفين. المهم يا باشا انا بس عايزه اسالك سؤاليه صغننه بس. ايه هي يا بنتي اللي اسمك هناك؟ انا بس بديك عبره عشان تتعلم يا ولد، عشان ما حد يضحك عليك. فتصدق يا هناء رغم ان مصر حلوه كتير، رغم ان انتي بتحبطيني، ما انا لازم احبطك يعني. يا بخت من بكاني ولا نزل سقف والناس تضحك عليا. انا يا ابني بخليك تبكي احسن ما واحده تضحك عليك. انا ما احب الست تضحك عليك يا حبيب قلبي. انا ما ابغي انثى تضحك عليك. انا ابحث تبقى بطل. ما في انثى تضحك عليك ابدا. انا احط لك النقطه على الحرفه. عرفت كده هنا. المهم بقى نكمل الحرام. مشي لقي العريس اللي هو كان يتجوزها امه جايباله بنت اغنى اغنياء العالم. وقالت له ما تتجوز دي ابدا. قدام الناس كسفتها، اتصدمت وفضلت تعيط. قالت له انا حبيتك من قلبي. قال لها وانا ما عايزك، دي عندها اموال اكتر وغنيه كتير. فطبعا الولد اللي كان لابس شحات ضحك، فضل يضحك. وقالت اللي هيقبل يتزوجني هديله 5 مليون جنيه. قال لها انا الغني. قال لها انا
بس قال لها قدام الناس انا فقير. قالت له وانا مش عايزه الا الفقير، انا عايزه الشخص الفقير البسيط اللي ما يدور على فلوس الناس وما ياكل فلوس الناس وما يبيعني عشان ست معاها فلوس اكتر. عرفتوا كده صح؟ عرفت. برافو هنا عليك والله. تحيا مصر. ما هي تحيا مصر عشان جابت بطل مصري، بطل من ابطال العالم. عارف يالا، كلنا لازم ناخد مواعظ من الدنيا. انت ممكن تكون عايش مع ست غنيه بتبيع وتشتري فيك والله، وانا ممكن اكون عايشه مع راجل غني بيبيع ويشتري فيا. خدوهم فقراء يغنيكوا ايه؟ يغنيكوا رب العباد. والله العظيم تحيا مصر. والله تحيا مصر عشان جابت بطل، جابت بطل مصري. مصر يا باشا ما تكذب عليك ابدا. طبعا جاي يرتبط بيها، نزل بقى لبس بدل ايه وصراحة قال لها على مفاجأة كان مخبيها عليها. انا عايزة اقول لك سر خطير. قالت له اتفضل. انا فلان الفلان، وانا وريث فلان الفلان، وانا سامحيني لو انا كذبت عليكي، بس انا زيك. شفت بقى الاتنين شبه بعض، واحد باعها عشان ليه واحدة معاها فلوس اكتر، وهو نفس القصة. فكر في واحدة تكون ايه؟ بتدور على الفقير. والله العظيم يا هناء عظمة مصر دي عظمة. هيتعمل لي تمثال في ميدان رمسيس ونحط عليه أسطورة العالم العربي، تحيا مصر وهرم مصر. المهم نسيت اقول لك، قالت له يعني كل ده مخبيه عليا؟ قال لها اه سامحيني، انت عندك تقبلي تتجوزيني، انا ما غش حد ابدا، انت لسه احنا ما اتزوجنا. انا قلت اقول لك الصراحه عشان ما اكون غشاش معاكي وما اكون كذبت عليكي، انا اقول الحقيقه واقول الصراحه. انت موافقه؟ قالت له موافقه يا حبيبي قلبي اتجوزك لانك ما كذبت عليا. قال لها ايوه ايوه صح صح، خدوهم فقراء يغنوكم ربنا. قالت له وانا ما فقيره، انا معايا فلوس كتير. قال لها من عين بأمارة ما حطيتي لي الفيزا على الترابيزه ليه عملتي كده؟ قالت له عشان انا بحب اراضي الناس، مش عشان وسامتك، مش عشان جمالك. انا كنت بفكر في خطيبي، ما ابغى اتجوز راجل غير الشخص اللي انا اخترته. قال لها بس اللي انت اخترتيه باعك. قالت له ايوه باعني بشويه فلوس زياده، ودي الحاجه اللي انا ما عملتش يا صاحبي حسابها. قال لها بقى، حكى لها حكايته. قالت له وانت عملت ليه كده؟ حكى لها حكايه ابوه. عرفته صح؟ انت بقى يا باشا لو عجبك قصتي ما تنسى ترزع اللايك للاسطوره. لايك. في ناس حشره نفسها في حاجات ما ليها فيها، يعني الناس اللي بتتدخل في حياه الناس، الناس اللي بتدور على الغني. والله العظيم انت ممكن تتجوز ست فقيره وتخليك اسعد راجل في العالم وما تقلبك وما تاخد منك شيء وترضى بالقليل. والله العظيم هي دي الحقيقه. خدوهم فقراء يا باشا يغنيكوا رب العباد. ربنا بيحب البني ادم الفقير المتواضع. لا لا كلامك سكر سكر، حلوه الدنيا سكر. تعالى احكي لك بقى. انا كل ما في شخص يقول لي عايز اتجوزك انا بقول له ايه؟ بقول له معاك مهري، اول رقم انا بلعب فيه ولا. والله العظيم ما بهزر، انا صادقه واقفه قدام الجمهور بحكي الصدق والصراحه. ما في راجل بيقول لي انا عايزه اتجوزك، لما اقول له معاك مهري، معاك مهر هلاقي الاسطوره عشان تتجوزها. طب انت ليه ما سالتش؟ انا واحده طماعه. ليه بتقولي كده يا هناء؟ هقول لك انا بقول ليه كده. بقول كده عشان هو راجل كذاب. عرفت؟ انا بختبره. والله العظيم هي دي الحقيقه. ده راجل كذاب، ده راجل عايز ياخد مزاجه وبعدين يا باشا يرميني. انا مش للبيع ولا للشراء، انا ست عندي كرامه وعزه نفس وما بتاعت فلوس. لو بتاعت فلوس كنت زمينا بقيت هناء مالتي مليارديره، هناء اغنى واحده في العالم.
انا ما عايزه كده وما عايزه فلوس يا باشا. انا ما عايزه شيء وما كنت عايزه شيء. خدوهم فقرا يا باشا يغنيكوا ربنا. بس انت راجل كذاب ومعاك اموال وهتبيع وتشتري فيا. انا ما في راجل يبيع ويشتري فيا ابدا وياخد مزاجه ويرميني. لازم ادفعه دم قلبه عشان يعرف قيمه هناء الاسطوره. صدقني كلامك صح يا لا. عشان كده انا رافضه الزواج، لان انا برضو كمان زي ما لقيت الزوجه، انا ما لقيت راجل مناسب. قول له بلح يا بلح. انا ما اجري ورا البلح وما احب البلح يا باشا. ما احب الكذاب وما احب الراجل اللي بيكذب عليا. انا بحب راجل يقول لي انا شريك يا سكره. انا عايزك يا هناء على سنه الله ورسوله، انا عايزك في حلال ربنا. ولقيت واحد بقى يقول لي انا عايزك في الحلال تبقى مصلحه. انا ما طمعانه في حد وما عايزه شيء منك ولا من غيرك. انا ست بسيطه مصريه، مش للتسليه انك انت تضيع وقتك يا باشا. لا لا يا باشا، احنا مش كده، مش للتسليه. اللي شاريني هيثبت لي يقول لي انا عايزك في حلال ربنا. انا مالي في الحرام ومالي في اي حاجه تغضب ربنا. انا عشت طول عمري لوحدي، قايمه بدور الام والاب. ما عايزه شيء من حد ولا عايزه حاجه منك ولا من غيرك. انا بجيب الجنيه بحلال ربنا. اكرم واشرف ليا ان انا عايز زي ما انا في بيتي وبصرف على اولادي، ولا ان راجل يبيع ويشتري فيا وياخد مزاجه ويتركني. عرفت صح؟ طيب لو انت دفعت دم قلبك للاسطوره واديتها مهرها يبقى هتعرف قيمتها قبل ما تسيبها. صح ولا لا؟ فتحت مصر. انت قول لي رايك عشان اغير والبس الجزء التاني، عشان انا فيديو بقى 22 ولسه ايه المواعين اهي ما اتغسلتش زي ما انت شايف. بحبكم. الناس بقى اللي بتحب هناء الاسطوره ازعل منكم لو ما بغيت هناء حطيت لها لايك يا باشا. لايك بس مش عليك شيت. اللايك ده بيطلع من قيمه الفيديو. يبتدي الفيديو على محرك البحث. فتحيه واحترام من شعب مصر، كل الدول الخليج، خليكم ناس محترمه. واحنا يا باشا ما للبيع ولا للشراء. حبيت احكي لك القصه دي النهارده واثبت لك حاجه واحده، ان كله بيبيع كله، ان كل راجل. استنى اقول لك على سر خطير وحياه العيون العسل دي ما تكذب عليك. انت برضو يا باشا عندك الحق ان انت تختبر الانثى اللي هتتجوزها. انا ما بقول لك روح اتجوز واحده كده، لا يا باشا. انت عندك الحق تقول لواحده انا راجل فقران ما معايا فلوس وعايزه اتجوزك يا سكره. شوف بقى انت شريكه حياتك او اللي انت بتحلم بيها هي مين. وانا برضو حره، كل واحد فينا حر في حياته. عجبتك قصه هناء الاسطوره اوعاك تدور على واحده غنيه. انا بنصحك. ليه؟ لانها تبيع وتشتري فيك يا حبيب قلبي، وانا ما ابغي انثى تبيع وتشتري فيك. خدوهم فقراء يغنيكوا رب العباد. ولا ايه يا باشا؟ يا باشا بقول لك ايه يا باشا، بالمناسبه يا باشا بلاش تجرح الغلابه يا باشا. ولا احنا عشان غلابه تبيع وتشتري فينا؟ لا يا هني، معاش اللي يبيع فيك يا هرم مصر. تحيا مصر. طيب حط دي كده بقى عشان نغير ونطفي عليها المواعين. دي ما نكفي عليها المواعين البلوه دي. وادي القهوه لسه ما اتشربتش عشان بس اثبت لك ان انا لسه ما شربت القهوه بتاعتي. عجبتك قصتنا النهارده؟ ما تنسى ترزع اللايك من الاسطوره هناء لايك وتقول لي رايك ايه البلح اللي احنا بنهريه. اوعاك في يوم من الايام تتجوز واحده تكون طمعانه في فلوسك. اول ما تخلص فلوسك يا باشا هتديك صابونه. والله بجد وعليا النعمه بنعمه ربي هتبيعك ب3 جنيه. انا بحبكم كتير وبحترمكم. ما تنسوا تحطوا لي لايك وكومنت حلو واشوف وشكم خير.